أهلا بكم في عدسة سحرية على قناة باصي لميدو. الزمالك نزل بتشكيلة مكونة من 4-2-3-1 أفراد: مهدي سليمان في حراسة المرمى، باك رايت محمد إبراهيم، 2 مساكين محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد، باك ليفت جناح أيسر محمود بن تايج، قدامه 2 خط نص أحمد ربيع ومحمد السيد. في التلت الأمامي فتوح وينج ليفت، بلاي ميكر عبد الله السعيد، ووينج رايت خوان بيتزيرا، وفي الراس الحربة في الهجوم ناصر منسي الأسطورة. يلا بينا نطير على الاستوديو التحليلي ونشوف ايه اللي حصل في المباراة. يلا بينا. في الدقيقة 18 الحكم يحتسب ضربة جزاء غريبة وعجيبة وقرار عجيب من الحكم لأحمد العجوز ويسكنها في الشباك. في الدقيقة 36 والأغرب احتساب ضربة جزاء كان متسبب فيها محمد السيد عن طريق أحمد كلوشة، والحمد لله تضيع ويدي أمل للزمالك. في الدقيقة 90 من وقت بدل الضايع في آخر دقيقة خالص الحكم يدي قبلة الحياة لجمهور الزمالك باحتساب ركلة جزاء عن طريق عبد الله السعيد، ولكن حسام عبد المجيد كان له رأي تاني ويضعها في القائم. كانت خسارة صادمة لجمهور الزمالك خسر للأسف 1-0 أمام إنبي من ضربة جزاء. مباراة كشفت مشاكل واضحة جدا في شكل الفريق، مش مجرد خسارة عادية، ده جرس إنذار حقيقي لمعتمد جمال. بداية المباراة كانت السيطرة سلبية للزمالك. الزمالك بدأ المباراة باستحواذ واضح على الكورة، لكن استحواذ بدون خطورة. الفريق كان بيلعب بشكل بطيء جدا، مفيش اختراقات من العمق، والاعتماد كان شبه كامل على الأطراف. إنبي في المقابل لعب بذكاء شديد، تمركز دفاعي قوي، خطوط قريبة من بعض، اعتماد على المرتدات، وده خلى الزمالك يدور حوالين نفسه بدون فرص حقيقية. نقطة التحول في المباراة كانت ضربة الجزاء اللي إنبي استغلها عن اقتدار. اللحظة الحاسمة في المباراة كانت فعلا ضربة الجزاء اللي جاب منها إنبي هدف الفوز، واللقطة كشفت مشاكل دفاعية واضحة: سوء التمركز، تأخر في التغطية، وقرار متهور داخل منطقة الجزاء، وده كلف الفريق هدف صعب يرجع بعده. الأداء الهجومي كان أزمة حقيقية في الماتش. الزمالك كان عنده مشكلة كبيرة جدا في الثلث الأخير، مفيش تنوع في الحلول، الكرات العرضية غير مؤثرة للغاية، غياب لاعب يربط بين الوسط والهجوم، المهاجم كان معزول تماما، ومفيش دعم من لاعبي الوسط، كمان مفيش تسديدات كافية من خارج المنطقة، وده سهل المهمة على دفاع إنبي. قراءة الفنية: الزمالك خسر بسبب بطء بناء الهجمة، غياب الإبداع في الوسط، ضعف التحولات الهجومية، أخطاء دفاعية فردية، عدم استغلال الاستحواذ. الزمالك كان ماسك كورة لكن إنبي كان أخطر. التغييرات وتأثيرها كانت عامل سلبي جدا، وكان متأخرة شوية وما جابتش الفرق المطلوب. مفيش تغيير في التشكيل، اللعب نفس الريتم ونفس المشكلة، وده بيوضح ان الأزمة مش في اللاعب، الأزمة في طريقة للعب نفسها. طريقة اللعب نفسها ما كانتش مناسبة للمباراة. إنبي عمل مباراة تكتيكية ممتازة، لازم نديله حقه. إنبي كان عنده انضباط دفاعي عالي، استغلال الفرص، لعب على أخطاء الزمالك بحرفية. فريق عرف يلعب على قد إمكانياته وخرج بنتيجة كبيرة جدا خلته إن هو يتأهل للتوب 7 ويبقى عنده فرصة إن هو ينافس على الدوري. خلاصة: الخسارة دي مش مجرد 3 نقط ضاعت، ده بتأكد إن الزمالك عنده مشاكل محتاج حل سريع جذري يعملها. لازم يكون في سرعة في اللعب، حلول هجومية متنوعة، تنظيم دفاعي أفضل. لو المشاكل دي استمرت المنافسة على الدوري هتبقى صعبة جدا. سؤال ليك كمشجع كورة وكمحب للزمالك: انت شايف ان ازمة الزمالك في المدرب ولا في اللعيبة؟
وايه الحل من وجهة نظرك. اكتب رأيك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان التحليلات اقوى جاية كتير. السلام عليكم وشكرا.